فمثلا الآية اللي قلناها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض أي منورها بأسبابها، بالشمس نهار، وبالقمر المستمد ضوء من الشمس ليلا، وبالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. واحنا قلنا زمان أننا في الظلام حين نريد أن ننير طريقنا لا شمس ولا القمر احنا شايفينه فيه غيم ولا النجوم، نعمل ايه؟ نعمل احنا نور من عندنا على قدنا. وقلنا تنوير الناس لظلماتهم على قدر إمكانياتهم. واحد يجيب لمبة نمرة 5، واحد يجيب لمبة نمرة 10، واحد يجيب لمبة نمرة 15، واحد يجيب كهرباء، واحد يجيب نيون، واحد الله فلوريس. كل واحد بينور على ايه؟ على قدر طاقته. فإذا أشرقت الشمس صباحا أطفأ الكل نورها. إذا جاءك نور من الله اطفئ أنوارك كلها. دي معناها أنه إذا جاء حكم من الله فألغوا حكم عقلكم. ليه؟ أنا بجيب لكم مثل واضح أوي. ساعة الشمس ما تطلع كلنا عملنا إيه؟ أطفأنا النور. ليه؟ لأنه ما بيكلفناش حاجة، لا بنحط له وقود ولا بنعمل له صيانة ولا نطولها علشان نعمل لها إيه؟ نعم. والناس فيها سواء، ما فيش حظ الغني وحظ الفقير. الله يبقى اطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت ايه؟ شمس الله. يريد الحق انه يضرب لنا مثلا لتنوير الله للكون، وجاب لنا مثل ايه؟ مثل نوره كمشكاة، يعني طاقة. الطاقة جزء محدود من الحجرة. الحجرة واسعة والطاقة قد كده، والمشكاة الطاقة دي فيها مصباح بينور لنا، انما هو موضوعه في الطاقة. قبل ما ينور لنا هل يكون في الطاقة ظلام؟ مش ممكن. هذه واحدة. ومش مصباح عادي، المصباح فيه زجاجة. كلمة فيه زجاجة ايه القد ده؟ قام قال لك لأن المصباح العادي اللي ما فيش فيه زجاجة، انتوا تعرفوا اللمبة المشعلة؟ كلنا عرفنا اللمبة المشعلة لما تعمل صاروخ من الدخان كده طويل كده ويعمل هباب وبتاع، لكن لما جابوا الازازه حجزوا عنها الهواء اللي اكثر من الاحتراق، وخدت حته من تحت بتاع العده اللي تحت دي شويه هواء يا دوب على قد النور، ما طلعش الدخان. يبقى المصباح فيه زجاجه، يبقى نوره صافي. والزجاجه مش عاديه، الزجاجه نفسها كانها كوكب دري. الله. والزيت اللي بيقدم ما هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، لا شرقي ولا غربي، له حر وله ايه بارد. ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. القوة الطاقة اللي فيها مصباح بهذه المواصفات أيبقى فيها ظلام؟ كذلك نور الله في الكون ما يبقيش فيه ظلام أبدا. خلاص؟ بس ده مثل، مش هو النور ذاته، مثل نوره. وما دام اقول لك مثله يعني مش هو، بس ده المثال تقريبي بيقرب لك. ولذلك قلنا لكم زمان ان الشاعر ابو تمام بيمدح خليفه اسمه المعتصم، فلما مدح الخليفه المعتصم قال فيه ايه؟ اقدام في الخليفه ده فيه صفات متعدده. اقدام عمرو بن معدي كان جاي فارس، في سماحة حاتم يعني جواد، في حلم أحلف بن قيس حليم قوي، في ذكاء إياس بن معاوية. كأن الخليفة ده جمع إيه؟ شجاعة عمرو، إقدام عمرو، وسماحة حاتم. خلاص؟ في علم أحنف وحلم الأحنف بن قيس، وذكاء إياس القاضي. القاضي ده كان قاضي ذكي قوي، كان يعرف ازاي يطلع الايه؟ الحقيقه من المتهم اللي قاعد هنا بتلويعه في الاسئله. فواحد بيحسد الشاعر، ابو تمام، قال له الامير فوق من وصفت، كيف تشبه الامير بعمرو وبحاتم؟ ده في خزان 1000 حاتم وفي جيشه 1000 واحد زي عمرو بن معدي كده، ازاي بتشبهه بدول؟ فابو تمام صلي كده شويه وقال ايه؟ خد الايه بقى، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا.
دول دونه صحيح، انما دول مثل بس. عند العرب مثلا شرودا في الندى والباس، كل ما يقولوا على حاجه يقول لك حاتم، كل ما يقولوا شجاعه مثلا شرودا في الندى والباس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. ثم اخذت القصيده من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين. يبقى قالوا على الايه؟ اذا مش مثل نوره، مش هو نوره، لا، ده نوره لا تنويره لا يقدر، انما ده تمثيل فقط. مثل نوره كمشكاة فيها. طب دي النور بتاعه تنوير للدنيا دي، هذا نور القوالب ونور الماده اللي بيخلينا نمشي في الطريق. فمثلا الآن اللي قلناها الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والارض اي منورها باسبابها، بالشمس نهار، وبالقمر المستمد ضوء من الشمس ليلا، وبالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والايه والبحر. واحنا قلنا زمان اننا في الظلام حين نريد ان ننير طريقنا لا شمس ولا القمر احنا شايفينه في غيم ولا النجوم، نعمل ايه؟ نعمل احنا نور من عندنا على قدنا. وقلنا تنوير الناس لظلماتهم على قدر امكانياتهم. واحد يجيب لمبه نمره 5، واحد يجيب لمبه نمره 10، واحد يجيب لمبه نمره 15، واحد يجيب كهرباء، واحد يجيب نيون، واحد الله فلوريس، كل واحد بينور على ايه؟ على قدر طاقته. فاذا اشرقت الشمس صباحا اطفأ الكل نورها. اذا جاءك نور من الله اطفئ انوارك كلها. دي معناها انه اذا جاء حكم من الله فالغوا حكم عقلكم. ليه؟ انا بجيب لكم مثل واضح اهو، ساعه الشمس ما تطلع كلنا عملنا ايه؟ اطفأنا النور. ليه؟ لانه ما بيكلفناش حاجه، لا بنحط له وقود ولا بنعمل له صيانه ولا نطولها علشان نعمل لها ايه؟ نعم. والناس فيها سواء، ما فيش حظ الغني وحظ الفقير. الله، يبقى اطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت ايه؟ شمس الله. يريد الحق انه يضرب لنا مثلا لتنوير الله للكون، وجاب لنا مثل ايه؟ مثل نوره كمشكاة، يعني طاقة. الطاقة جزء محدود من الحجرة، الحجرة واسعة والطاقة قد كده، والمشكاة الطاقة دي فيها مصباح بينور لنا، انما هو موضوعه في الطاقة. قبل ما ينور لنا هل يكون في الطاقة ظلام؟ مش ممكن. هذه واحدة. ومش مصباح عادي، المصباح فيه زجاجة. كلمة فيه زجاجة ايه القد ده؟ قام قال لك لأن المصباح العادي اللي ما فيش فيه زجاجة، انتوا تعرفوا اللمبة المشعلة؟ كلنا عرفنا اللمبة المشعلة لما تعمل صاروخ من الدخان كده طويل كده ويعمل هباب وبتاع، لكن لما جابوا الإزازة حجزوا عنها الهواء اللي أكثر من الاحتراق، وخدت حتة من تحت بتاع العدة اللي تحت دي شوية هواء يا دوب على قد النور، ما طلعش الدخان. يبقى المصباح فيه زجاجة، يبقى نوره صافي. والزجاجة مش عادية، الزجاجة نفسها كأنها كوكب دري. الله. والزيت اللي بيقدم ما هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، لا شرقي ولا غربي، له حر وله ايه بارد. ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. القوة الطاقة اللي فيها مصباح بهذه المواصفات أيبقى فيها ظلام؟ كذلك نور الله في الكون ما يبقيش فيه ظلام أبدا. خلاص؟ بس ده مثل، مش هو النور ذاته، مثل نوره. وما دام اقول لك مثله يعني مش هو، بس ده المثال تقريبي بيقرب لك. ولذلك قلنا لكم زمان ان الشاعر ابو تمام بيمدح خليفه اسمه المعتصم، فلما مدح الخليفه المعتصم قال فيه ايه؟ اقدام في الخليفه ده فيه صفات متعدده. اقدام عمرو بن معدي كان جاي فارس، في سماحة حاتم يعني جواد، في حلم أحلف بن قيس حليم قوي، في ذكاء إياس بن معاوية. كأن الخليفة ده جمع إيه؟ شجاعة عمرو، إقدام عمرو، وسماحة حاتم
خلاص. في علم أحنف وحلم الأحنف بن قيس، وذكاء إياس القاضي. القاضي ده كان قاضي ذكي قوي، كان يعرف ازاي يطلع الايه الحقيقه من المتهم اللي قاعد هنا بتلويعه في الاسئله. فواحد بيحسد الشاعر، يحسد الشاعر ابو تمام، قال له الامير فوق من وصفت، كيف تشبه الامير بعمرو وبحاتم؟ ده في خزان 1000 حاتم وفي جيشه 1000 واحد زي عمرو بن معني كده، ازاي بتشبهه بدول؟ فابو تمام صلني كده شويه وقال ايه، خد الايه بقى، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. دول دونه صحيح، انما دول مثل بس. عند العرب مثلا شرودا في الندى والباسي، كل ما يقولوا على حاجه يقول لك حاتم، كل ما يقولوا شجاع عمرو. مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. ثم اخذت القصيده من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين. يبقى قالوا على الايه؟ اذا مش مثل نوره، مش هو نوره، لا، ده نوره لا تنويره لا يقدر، انما ده تمثيل فقط. مثل نوره كمشكاة فيها. طب ده النور بتاعه تنوير للدنيا دي، هذا نور القوالب ونور الماده اللي بيخلينا نمشي في الطريق على هدى.